الجو بيبقى برد وتبقى الناس متكتكه واسكندريه غرقانه بطريقه بشعه، ربنا يكون في عونهم. وتبقى انت ماشي مش قادر ولابس جاكيتين و100 بلوفر، وتبقى قاعد متكتك. تبص يمينك تلاقي في حاجه لفتت نظرك، تبص تلاقي بني ادم ماشي بشورت وبقميص وفاتح لنا زرار لحد السره وفرحان بنفسه، وشعر صدره ورجليه واقفين من السقعه وبيكابر. ولما تيجي تساله انت بتعمل كده ليه، يقول لك اختلاف، لازم تبقى مختلف عن الناس. مختلف ايه يا اهبل انت؟ انت بص، انت فاهم الاختلاف غلط. الاختلاف انك تعمل الحاجه الصح بطريقه مختلفه. يعني دفي نفسك بس بطريقه مختلفه. يعني ما تهبلش كده. تمام؟ يعني انا لما بشوفك ببقى عايز اضحك، والله بجد ببقى عايز اضحك، بس بخاف اضحك الهوا يدخل بقي اسقع اكتر. شفت انت قد ايه معذب نفسك؟ انت بجد بتصعب عليا جدا. تمام؟ بعد كده لو شفتك لابس كده في الشتاء يا كوكو، هقلع الجاكيت بتاعي، مش خساره فيك والله، واحطه على كتفك واقول لك يلا يا بيضه على البيت. ما تعملش كده تاني. الجو بيبقى ساقع والله، يعني بيبقى تلج، بيبقى تلج بجد وانت ماشي كده. يعني خش بقى في الولد يا عيني يبقى طالع عين امه والجو برد جدا، وتيجي المعلمه اللي جنبه تقول له حبيبي انا بردانه، ممكن الجاكيت بتاعك؟ بصي، هو ابوكي اكيد جاب لك هدوم، اكيد ابوكي جاب لك هدوم. تمام؟ يعني البسيهم وانت نازله، واحترميه واحترمي نفسك، لان مفيش حاجه اسمها في الجو ده يقلع لك الجاكيت. دي مش تضحيه، ده هبل. يعني الواد سقاني يقلع لك الجاكيت، ياخد برد يقعد سنه في البيت ما يشوفكيش عشان انت بس كنت عايزه تاخدي الجاكيت بتاعه والبرفيوم والمحن ده. والله العظيم الجاكيت ده المفروض ما يتقلعش. الجو بيبقى ساقعه، حرام عليكم ما تسقعوناش بقى. قالت لك حبيبي ممكن الجاكيت بتاعك؟ بص يا ابني انت كلها نص اسباني، هتقع على الارض من الضربه، جسمها هيسخن، هتدفع تبقى كويسه. لكن تقولي لي بقى الجاكيت لا مفيش جواكت، مفيش جاكيت هتقلع. انا مش هلبس جواكت، انا هقضيها بلوفرات فوق بعض. قضيها يا ابني بلوفرات فوق بعض، ما تلبس جواكت. ده مش حب، ده هوبا. بالنسبه للحاجه اللي تبقى في البيت، والنبي يا حاجه، والنبي يا ماما، والنبي يا امهات الدنيا كلها، بعد اذنكم ما تقضوهاش طول الشتاء عدس علشان خاطر بس انه الجو ساقع وكده. لا، في حاجات كتير قوي بتدفي. ممكن تعمل لنا كفته مثلا وتبقى سخنه هتدفينا، رز وملوخيه وفراخ سخنه هتدفينا. ما تستغلوش نقطه ضعفنا في حوار الساعه انه ناكل عدس طول الاسبوع والنبي. ماشي؟ اهل اسكندريه انا مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني اللي انتوا فيه ده اهمال مش منكم انتوا، ولا طبعا يعني جت على غفله موضوع المطره. المفروض الاسكندريه دي بلد ساحليه فيها بحر، فاكيد المطر عليها هترخ اكتر. طبعا بالنسبه للناس اللي اصلا يعتبر اسكندريه كده مش مبنيه على اساس صح، مفيش سلكات للمطر ولا اي حاجه. ربنا يكون في عونكم، حياتكم واقفه ودراستكم واقفه والكلام ده كله. طبعا دراستكم جت على هواكم، بس بالنسبه للشغل والكلام ده كله فعلا حاجه في منتهى الاستفزاز انك تبقى طالع من البلكونه تنط في الميه على طول وتقضيها عوم برا وبحرا. فدي حاجه صعبه جدا فعلا والله، وربنا يكون في عونكم. انا عرفت موضوع المطر الكتير دي من بوست كنت منزله على الفيسبوك امبارح، ان انا رايح الجامعه. ناس كتير قالت لي رايح الجامعه في الجو ده، فطلعت بصيت لقيت الجو حلو. فبعد كده عرفت ان اسكندريه هي اللي متنيله على عينها وخربانه خالص بسبب مسؤولينها. و وانه معظم الفانز اللي عندي من اسكندريه، وده شرف ليا، انا بحب اسكندريه جدا. فربنا يكون في عونكم ويعدي الموضوع ده على خير باذن الله، والميه تنشف بسرعه. فان انا كرهتكم في الشتاء، بس والله العظيم انا بحب الشتاء جدا. وفي ناس كتير اكيد بتحبه احسن من الصيف وقرفه وحره. نهايه الكلام ان شاء الله يبقى شتاء سعيد عليكم، وبس كده. السلام عليكم.